السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة هنبدأ مع بعض يوم جديد وفيديو جديد. اتمنى ان هو يعجبكم، بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. فيديو النهاردة سهل وبسيط، هنعمل مع بعض طريقة عمل هريسة الشطة من الفلفل الرومي الاخضر والفلفل الشطة الاحمر. يلا نشوف الفيديو مع بعض، بس اللي دخل الفيديو يا جماعة شير ولايك وسبسكرايب للقناة. ده كده مقادير الفلفل اللي معانا اللي هنعمل منه هريسة الشطة النهاردة. معايا فلفل رومي اخضر بالشكل ده، ممكن تعملوه اخضر او احمر عشان يبقى بارد، لو انتوا عندك ولاد صغيرة يبقى بارد عليهم. ودي هريسة الشطة الحراقة، بتستخدم في حاجات كتير، او بتستخدمها في تتبيلات الفراخ واللحوم والاسماك، وسلطات السي فود والجمبري. والتاني ده بقى بتعمليه مع البتنجان، مع مع سلطات بابا غنوج. ما بنستغناش عنه في المطبخ بتاعنا. والايام دي الفلفل طبعا الاحمر ده، الشطه ده رخيص مش غالي. الكيلو منه ب20 جنيه، وفي منه ب15 برضو، مش كل الاحجام منه. والتاني ده ب20. اعمليه بقى كميات في تلاجتك كده، هينفعك في رمضان. هعمل كده هرسة الفلفل الاحمر الاول، بس لازم نلبس حاجه في ايدينا كلافز عشان ما يبقاش حراق كده على ايدك وايدك تحرقك، وتيجي تحطها على عينيكي عينيكي تحمر. هنا بقى هنجيب سكينة، هنشيل بس الحتة الخضراء اللي فوق دي. في ناس بتحب تفرمه بالحبوب اللي جوه دي، لكن ملهاش لازمة. نضفها كده بالشكل ده. في بيوت كتير لما بيجوا يعملوا هريسة الشطة بيحبوا يعملوها على النار شوية، يسووها كده على النار شوية على نار هادية. بيحطوا عليها بقى ايه، ملح، كزبرة ناشفة، وكمون، وبابريكا، وربع كوباية زيت وربع كوباية خل، ويهدوا النار ويحطوها كده تنطبخ على النار لحد ما تشرب المية اللي فيها كلها، وبعدين يحطوها في برطمانات ويحطوا على وشها زيت. لكن لا، الهريسة الباردة بتبقى احسن، بتستخدم في تتبيلات كتير. عايزة تحطيها على الفول، عايزين تحطوها على اسماك، بتبقى حلوة. وبتقعد في باب التلاجة، او عايزة مثلا تحطيها في برطمانات وتحطيها في الفريزر، او في علب التخزين اللي هي البلاستيك المغطى دي، بتبقى حلوة كده بالشكل ده. الحاجة ما بتبقى عندكم في التلاجة بتبقى حلوة، تستخدموها في اي وقت، مش لازم تنزلي تجيبي كل حاجة في وقت ما انت عايزاه. هعمله بقى كله عشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم. هنضفه كله وبعدين ارجع لكم. كده قطعت كمية الفلفل الاحمر اللي معايا. هجيب الكبة بقى ونبدأ نفرمها واقول لكم هنحط عليها ايه. جبت الكبة كده بالشكل ده. اهم حاجة بس ما تحطوهاش في برطمانات مبلولة مية، لازم تبقى البرطمانات كده غسلاها ونضيفة وناشفة. وما تحطوش ملح يا جماعة على هريسة الشطة في الكبة عشان ما تعملش مية. اخر حاجة بنضيف لها الحاجات اللي احنا هنضيفها. مش ما تحطوش حاجة في الكبة معاها.
فرمت كده بالشكل ده اهي. ما بنضيفش مع الفلفل اي حاجه. الهريسه الحمراء ما بنضيفش معاها حاجه في الكب. هفرم الكميه كلها بقى، عشان خاطر لما بنيجي نحط مثلا ملح معاها بيعمل ميه زياده عن ميه الفلفل اللي بينزلها. الفلفل الاحمر الايام دي موجود كتير، اعملوه بقى هينفعكم في المطبخ قوي. مش الاحمر بس، كمان الاحمر والاخضر. فرمت كده هريسه الشطه الحمراء معاكم بالشكل ده. ده كيلو فلفل بالظبط، حرق قوي. ده كيلو فلفل. هركنه بقى واعمل الاخضر وبعدين نقول لكم هحط عليه ايه. اهم حاجه يا جماعه تبقوا غاسلين الفلفل ومنشفينه كده بمناديل المطبخ عشان ما يبقاش فيه ميه. الفلفل الاحمر ده برضو ممكن تعملوا منه الطعميه او الفلافل المحشيه مع خلطه بقى، بصلايه مفرومه وتوم وكده، اللي بتبقى في المحلات بتاعه الفول والطعميه. يعني ما فيش غنى عن هريسه الشطه الخضراء والحمراء في المطبخ. ثواني بس نسيت احط حاجه. ما بعرفش اتحكم في ايدي في القلافز جامد. بصوا راس توم صغيره وقعت حته هنا، بص كده. بصوا راس توم صغيره خالص، هنحطها نفرمها الاول عشان خاطر لما بتحطيها مع الفلفل ما بتتفرمش كويس. دي هرسة الشطه الخضراء اهي. يعني تدي التوم فرمه الاول قبل ما نحط ايه، قبل ما نحط الفلفل. مش لازم تفرموه بالحبوب اللي جواه دي، البذر بتاعه. يعني بنيجي هنا كده ونروح عاملين الحته دي كده بالسكينه، هتروح متشاله معاكم اهو. تقطعوه ونضيف كده. لو عايزين تعملوا شطه خضراء اللي هو الفلفل الاخضر الشطه الحراق اعملوا، بس دي بارده شويه هينه عن التاني. انا حراق وريحته نفذه قوي. نزلوا كده اللي في الجناب عشان كله يبقى مفروم نفس الفرمه، تبقى فرمه واحده.
ده اللي احنا حطينا فيه توم. الفرمه بتاعته بتبقى حلوه ازاي، عشان لما تضيفيها على حاجه تبقى حلوه. هنكمل بقى. ممكن لو جيتوا تعملوا مثلا سلطه رنجه حاجه، تروح حاطه معلقه جواها، تبقى حلوه برضو. ليه افكار كتير قوي، مش شرط بس التتبيلات. صلصات المكرونه لو عايزه تعمليها سبايسي شويه، تبقى حرقه شويه، تضيفي معلقه من الاحمر ده، معلقه صغيره من الفلفل الاحمر مع الصلصه بتاعه المكرونه. وانا برضو يا جماعه كنت عايزه اشكر اي كومنت بيجيلي من ناس كويسه كده بتكتب لي كلام حلو، وحابه ان انا اشكرهم. شكرا جدا، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعلها، ربنا يجعلها يا رب ايام سعيده علينا كلنا. وشكرا لاي حد بيكتب لي كلمه كويسه في الكومنتات. الكلفظ ده صعب في شغله قوي، ما بحبوش في ايديا ابدا. مش بتبقى متحكمه في ايدك ان انت تعملي حاجه، بس عشان خاطر حراره الفلفل بس ما تحرقليش ايدي. زي ما اتفقنا يا جماعه، ما حدش يحط فلفل في الكبه مع ملح قصدي مع الفلفل، عشان كده كده الفلفل بينزل ميه. لو انت كده فرمت الفلفل مع ملح في الكبه شايفين انا لسه ما كملتش الفلفل الاخضر ومنزل ميه، انا ما حطيتش ملح معاه، ده اللي انا بقصده. نزل كل الجناب كده. نقلع بقى الكلفظ ده، وبعدين اقول لكم هنحط على ايه. كل كيلو فلفل، اللهم صل على النبي، كل كيلو فلفل بياخد معلقتين ملح، معلقه سكر، معلقه خل، ربع كوبايه زيت، ربع كوبايه زيت صغيره، يعني حبه في اخر البرطمان اللي انت حبه زيت في اخر البرطمان اللي انت هتحط فيه الفلفل، وحبه على الوش عشان ما يعملش عفن منك في باب التلاجة. وبفضل يا جماعه من السنه للسنه سواء في الفريزر او في التلاجة، طالما انت معقمه البرطمانات كويس وغسلاها ومنشفاها وحاطه الفلفل صح، بيقعد معاكي كتير. هنا كده هنجيب معلقتين نضاف، ادي معلقه عشان التقليب، وادي معلقه، هنا اول حاجه الملح بمعلقه الشاي الصغيره، ادي كده معلقه، ادي التانية، ماشي. وده الفلفل الاخضر اقل من كيلو، هحط له معلقه ملح بس، لكن الفلفل الاحمر كيلو. اتفقنا كده. اللهم صل على سيدنا محمد. الفلفل الاحمر هياخد معلقه سكر عشان المعلقه دي مش مليانه قوي، والفلفل الاخضر نص معلقه.
هنا معلقة خل، وهنا معلقة خل. يبقى كده حطينا معلقتين ملح على الكيلو، مقدار الكيلو معلقتين، مقدار كيلو هريسة الشطة، معلقتين ملح ومعلقة سكر ومعلقة خل وربع كوباية زيت. شايفين كوباية القهوة الصغيرة خالص دي؟ اهي نصها زيت. نحط شوية كده ونقلبه، وبعدين الباقي لما نيجي نحطه في العلبة. وهنا معلقتين زيت اهو، عشان ده اقل من الكيلو. هنا ده ملح ليمون. عايزه اوريكم حاجه، دي معلقه الشاي ماشي. شفتوا المعلقه اللي بتبقى اصغر، اللي هي بتاعه الايس كريم دي، سنه صغيره على طرف المعلقه، يعني اقل كمان من ربع المعلقه ملح ليمون كماده حفظ ليها، فاهمين قصدي؟ والتاني برضو سنه صغيره اهو. ملح الليمون بيحفظه. اللي بقى انت في المرحله دي عايزين تعملوها قريصه شطه، اللي هي بتبقى زي دبس الشطه ده اللي بتبقى في السوبر ماركت والهايبر، تحطوا بقى على في المرحله دي. انا مش هحط دلوقتي، انا عاملاها بارده. هتروحوا حاطين معلقتين كزبره ومعلقه كمون ومعلقه بابريكا وتسووها على النار، على نار هاديه كده لحد لما الفلفل يشرب الميه بتاعته كلها، فاهمين قصدي؟ دي كده علب تخزين صغيره. اللهم صل على سيدنا محمد. حبه زيت في العلبه كده من تحت، بالشكل ده. العلب دي حلوه في ايه؟ ان انتوا بتتحكموا فيها، لو انتوا عايزينها لتتبيله حاجه معينه هتطلعوا العلبه على القد، فاهمين قصدي ايه؟ كده. لكن هنا بقى العلبه الكبيره شويه، هنحط الزيت وهنحط الفلفل. الزيت حفظ ليه تحت وفوق، وبتفضل كويسه قوي معاكي في التلاجة. كده بالشكل ده. العلب دي بتنباع في ادوات الحلويات، في محل ادوات الحلويات، مع الاطباق الفوم والرولات الاسترتش بتاعت ورق الزبده. كده بالشكل ده. يعني من الكميه دي كلها من كيلو فلفل. لسه هحط لها زيت على الوش. كده بالشكل ده. اللي عايز يعمل بقى كميات كبيره، الفلفل حلو الايام دي خالص. الفلفل كده كتير في السوق الايام دي، جيبوا الكميه اللي انتوا عايزينها واعملوها. انا بحاول اصفي الميه منه كده اهي بالشكل ده. هنجيب بقى شويه زيت كمان.
اللهم صل على سيدنا محمد. كده بالشكل ده. وهنا كمان عشان انا ما حطيتش من فوق، حطيت من تحت بس. هنا بقى نحط شويه كده في العلبه من تحت. ده الفلفل اللي احنا حطينا عليه التوم، بس اهم حاجه تدوا التوم فرمه الاول قبل ما تحطوا الفلفل عليه. اهي حلو ازاي ما شاء الله، واقل كمان من نص كيلو والله. اهو كده بالشكل ده. هنروح بقى حطينا عليه ايه على الوش كده الزيت اهو، يفضل كويس معاكم. واما بتيجوا تطلعوا طبعا اهم حاجه، زي ما كنت بخلل معاكم البسارية وقلت لكم، اهم حاجه لما تيجوا تطلعوا من اي حاجه انتم حافظينها لازم تبقى معلقه ناشفه، عشان ما تعملش البرطمانات ما تعملش او العلب ما تعملش معاكم عفونه. فاهمين انا اقصد ايه؟ يعني تطلعوا منها بمعلقه ناشفه. عايزين بقى تعملوا كميات، اعملوا وعينوها في الفريزر كده بالشكل ده. كده كيلو الفلفل طلع معانا العلبتين دول بالشكل ده، والعلبه الكبيره ده كيلو الفلفل الاحمر طلع معايا الكميه دي، وده نص كيلو فلفل اخضر بارد. اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تشجعوني وتحطوا لي لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناه. مع السلامه.